تستمر حملات تنظيف أحياء ركن الدين بهمة الشباب المتطوعين ومع لجان أحياء ركن الدين. حديقة جسر النحاس يتم حرق الأعشاب الضارة والمتفرقة في الحديقة للتخلص منها. شو رأيك بالحملة التطوعية لتنظيف أحياء ركن الدين؟ هي للأسبوع الثالث. هي خدمة للحي، النظافة للحي، إن شاء الله هيك على طول الحي كله يكون إن شاء الله كل العالم تساهم بهالشيء. شو كل بتنصح؟ واحد ينظف قدام بيته.